تأمل معايا هاد اللقطة. الكلمات اللي كتقال هنا بسيطة ولكن عميقة في المعنى. على المرء أن يلوم ما شتاته بنفسه ويقف، لا الحياة ترحم ولا السقوط خيار. على السطح باين كلام عادي على قوة الإنسان، ولكن في الأعماق هذه شهادة على القساوة ديال الحياة. الرسالة واضحة، ما كاينش سند مضمون وما كايناش رحمة بلا مقابل. الإنسان خاصو يتعلم يوقف على رجليه مهما كان الثمن. هاد الجملة كترجعنا للفلسفة الوجودية، بحال أفكار سارتر وكامو كانوا كيأمنوا أن الإنسان ما تيلقى حتى شي معنى جاهز للحياة، بل خاصو يخلق معنى من وسط العبثية اللي هو فيها. الوقوف بعد السقوط ماشي مجرد فعل جسدي، بل موقف وجودي، إعلان تمرد على القساوة وعلى فكرة الاستسلام. من زاوية أخرى ممكن ربطوا هذه العبارة بفلسفة نيتشه، فكرة إرادة القوة، أن اللي كيقدر يجمع الشتات ديالو وسط الانهيار راه كيكتب لنفسه حياة جديدة أقوى من قبل. ماشي حيت الحياة عادلة، ولكن حيت ما كاينش خيار آخر إلا القوة. بحال شي درس كيقول لنا ما تستناش الحياة ترحمك، انت اللي خاصك ترحم راسك وتبني القوة ديالك من جديد. وفي النهاية العبارة كتخلينا نطرحوا سؤال جوهري: واش عندنا الشجاعة نواجهوا قساوة الواقع ونوقفوا رغم الجراح، ولا غادي نخليو السقوط يحدد مصيرنا؟